السلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم لي كيش بلا زبده، كيجيو ساهلين اقتصاديين وكيوجدوا بسرعه. غنحتاجو 600 غرام ديال الدقيق ابيض، شويه ديال الملحه ومعلقه ديال السكر سنيده ومعلقه ديال الزعتر ونص كاس ديال الزيت. صافي غادي نرمل هاد الدقيق هذا بالزيت مزيان حتى كيدخل لينا الطحين مع الزيت. يعني غادي تخدموه باليد كما كتشوفوا معايا حتى كيترمل الطحين كله. غادي نزيد واحد البيضه تكون حجم كبير ونكمل العجينه ديالي كما شفتوا معايا. واخا ما فيهمش الزبده كيجيو هشاش وزوينين واقتصاديين. صافي، وعندي هنا كاس ديال الماء بارد مع عادي، غادي نبقى كنعجن به وغير بالاصابع، يعني ما دلكوهاش نهائيا. غنبقى كندخل داك الماء شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. حيت الا دلكنا العجينه فاش غادي نديروها في المولات وندخلوها للفران طيب غادي تجمع وما غتعطيناش شكل زوين ديال المول. صافي، انا هنا كما شفتوا معايا هي العجينه مجموعه رطبه. صافي غنديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح. قد ما ارتاحت مزيان ونرجع باش نورقها. كما شفتوا معايا البنات انا غادي نطلقها دابا، نطلقها رقيقه ما رقيقه ما غليظه، تقريبا واحد السنتيم. صافي، وغادي ناخذ شي قطاعه ولا كاس سيركل اللي كان غادي نقطع به، غير العبار اللي غادي تقطعوا به يكون كبر من المول باش تجيكم فينيه مزيان. صافي، وغادي ناخذ المولات وغادي نبدا كنحط فيهم العجينه كما شفتوا معايا ونضغط عليهم حتى كياخذوا الشكل ديال المول. طريقه سهله، غير نحاول نضغط عليها مزيان باش تشد ليا الفورمه ديال المول ونحيد العجينه اللي كتكون زايده على هذا الشكل. صافي، كنحاول نثبتها مزيان ونخليها المولات واخا ما دهنوهمش راه ما كتلصقش العجينه حيت مخدومه بالزيت. صافي، حتى نسالي المولات اللي عندي كاملين ناخذ واحد الشوكه ونثقبها شويه وندخلها مباشره الطيب. غير تقبوها مزيان باش ما تطلعش لكم من الوسط، باش ما يتجمعش فيها الهواء. وغندوزو باش نصايبوا الحشوه. غناخذ مقيله غندير فيها شويه ديال الزيت، بصله مشلضه رقيقه، جوج ضريسات ديال الثومه و200 غرام ديال الدجاج مقطع طريفات. نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو على حساب لي كيش اللي عندكم. غادي نشحرهم شويه ونزيد عليهم واحد العلبه ديال الشامبينيو. صافي، وغادي نزيد نحركهم مزيان حتى كطيح لي ديك البصله ويطيب لي شويه الدجاج. عاد نزيد التوابل، غادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وواحد المعلقه ديال الزعتر محكوك. الا ما بغيتوش الزعتر ما ديروش، وممكن تعوضوه بالاعشاب المسمه اللي بغيتو. صافي، غادي نحركهم حتى كيطيبوا وندوز باش نحضر لاباغي كيش. عندي هنا واحد الخلاط غندير فيه كاس ديال الحليب، جوج بيضات وواحد المعلقه كبيره ديال النشا. غادي نزيد راس المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه وشويه ديال الملحه شويه ديال البزار. وغادي نزيد عليهم كريمه ديال الطبخ. انا استعملت هذه ديال اولا، نتوما ديروا الكريمه اللي بغيتو، ممكن تعوضوها بواحد الكاس ديال الياغورت مسوس. صافي، غادي نخلط كل شيء وغادي نخرج لي كيش من الفران. هانتوما كما شفتوا معايا البنات كيطيبوا غير نص طيبه حيت مازال غادي نعمرهم وغادي يرجعوا يكملوا الطياب ديالهم. وكما شفتوا راه ما كيصغروا لينا في الحجم ديالهم ما والو.
انا هنا خلطت هذيك الحشوه اللي طيبت الاولى مع الصلصه وغادي نعمر بها لي كيش مباشر. يمكن لكم تحتفظوا بهم بحال هكا، خليوهم في المجمد حتى الوقيته اللي تبغيوهم عاد عمروهم، ما كيوقع ليهم والو. انا هنا صافي غادي نعمرهم. لي كيش اللي عندي كلهم، عندي هنا شويه ديال الجبن احمر مع موتزاريلا محكوكين، غادي نديرهم الفوق ونرجعهم يكملوا الطياب ديالهم تقريبا واحد 8 دقائق صافي وكيكونوا واجدين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كيش ديال اليوم. كنتمنى تجربوهم لانهم كيجيو زوينين بزاف، اقتصاديين وساهلين، وان شاء الله يعجبوكم وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.